طيب المكان بتاع النهارده صغير وبسيط، بس الغريب ان هو بيبيع سندوتشات باسعار المطاعم الكبيره، اللي هو ليه يعني؟ فانا بقى جبت من عندهم شويه حاجات تستاهل بقكم. وده بقى المفروض سندوتش اسمه بوسطن. بصي حته الجبنه الشيدر المحطوطه جوه، ايه الصوص المحطوط ده مسكر سيك. البرجرايه انا حاسس بطعمها اكتر يعني. وبعدين بصوا يعني جوسي يا لهوي، وطعم الجبنه اللي مستخدمينها على الوش دي مجرمه بكل التفاصيل يعني. لحد دلوقتي الخامات نضيفه قوي. نخش بقى على اخر سندوتش معانا، وده بقى المفروض سندوتش برجر فري. ده غرقان صوص رانش ومشروم نفسه. حيل حرفيا ما حسيتش بالقطمه. مشروم حلو، واكتر حاجه عجبتني في السندوتش ده هو طعم برجر الفراخ. يعني ده مش معجون فراخ، ده فراخ نفسها هم مقطعينها كده، اللي هو كانك بتاكل سندوتش فرايد تشيكن بس اسهل في العظم. يعني ده بالنسبه ان هو سعره يعتبر ارخص من المطاعم الكبيره وطعمه احلى من المطاعم الكبيره، سندوتش مثالي. ده لازم اجربه مره ثانيه. والمطعم ده اسمه ريمي، وموجود في سيدي بشر في شارع خالد بن الوليد، متقاطع مع محمد نجيب عند صيدليه عبد الله الجديده. وعشان ما تتوهوش فهو موجود في طلبات، وبرده عندهم قعده صغيره هناك.